احساس اني كنت اقدر انقذها ما بينامنيش. يا عم عمرها كده، احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق وما عرفناش، هنعمل ايه تاني يا زين؟ حاسس ان هوصل لحاجه. عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه. باشا. خير يا رضا؟ سيد السبع يا باشا. سيد السبع ده مسجل خطر في الجنة يا زياد، اسمع عنه من وانا في الاعداديه. ماله سيد السبع ده لسه عايش؟ عايش وفاجر ومزودها جوي يا باشا. في ست مسكينه عماله تبكي تحت، خاطب بنتها وعايز يجوزها بالعافيه، ده بينيم البلد كلها من المغرب وعمال ياخد اتاوه من الصغير قبل الكبير. الكلام ده كنا بنسمعه في الحواديت واحنا صغيرين. الكلام ده بيحصل النهارده وفي جنة، وربنا لا ينزله سيد السبع ده واعرف ان كان سبع ولا قطه. جاب لك راح كتير يا باشا، النص ما رجعش والنص راجع ايد ورا وايد قدام، نص سلاح ليبيا عنده يا باشا، ورجالته محاوطه المكان كله، ده عنده احكام 180 سنه غير 7 اعدام. انت بتخوفنا والله يا رضا. العفو يا باشا. طب ورحمه ابويا انا يا سيد السبع في جنة. عايزك تشحن السلاح اللي جه الصبح. اشحنه على فين؟ مخزن سوهاج وفي اسرع وقت عشان نستغل انشغال ولد صالح في قضيه البت الشغالي. تمام. مالك؟ انت صح عاوز تخلف ولا اللي سمعته ده كلام حريم؟ يا مسعود عايز اخلف. انت ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان ده ما كانش اتفاقك معانا. الاتفاقات بتتغير مع الوقت يا ولدي. اتفاقنا مر عليه سنين. خلاص، طالما الاتفاق اتغير اعتبرني خدت امي وحملت لك البيت. تهنى فيه براحتك انت ولا متجوزها. انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك اني اخلف ولا مشكلتك اني اجيب لك عيل يورث معاك؟ يا زين الوضع في المنطقة دي خطر جدا، وعلشان نقتحمه محتاجين تشكيلات أمن مركزي وقوات خاصة. وده قرار لازم يجي من المديرية من فوق. سيد السبع ورجالته عندهم ترسانة سلاح وكلهم مسجلين خطوة هربانين من السجون. يعني انت بتتعامل مع ناس مبدأهم الوحيد يروح مع بعضك روح. لا، مبدأهم ده على نفسهم يا فندم مش على الشرطة. بعد إذن سيادتك يا فندم لو ما عرفتش نجيب موافقة الأمن المركزي والقوات الخاصة أنا عندي استعداد نروح برجالتنا. لا ما تقلقش، المديرية دارسة الموقف هناك كويس، مستنيين بس التوقيت المناسب. مستنيين ايه تاني يا فندم؟ الراجل عليه أحكام 180 سنة سجن، عليه 7 أحكام بالإعدام هنستنى لما يبقوا 170. إحنا في دولة القانون ولا في دولة سيد السبع؟ عايز تعمل ايه بس يا زين؟ عايز أروح أجيب الواد ده. تجيبهم بمين؟ جزء أمنا وطاق مع ساكر. وإيه اللي يمنع يا فندم؟ أنا واثق في رجالتي. أنا اللي همنع يا زين، أنا لا مستغني عنك ولا مستغني عن رجالتنا. لحظة يا زين، العملية دي على مسؤوليتك يا زين؟ إن شاء الله على مسؤوليتي يا فندم. أنت تعرف إن المنطقة دي ما دخلهاش عربية شرطة من سنين؟ عارف وعلى أتم الاستعداد يا فندم. ايه رايك يا بنت في الواد طنطاوي؟ طويل قوي يا حج. طب الواد عبد العال؟ متجوز 3 حبجانة الرابعة يرضيكي؟ حيرتني معاكي يا بنتي، عايزه افرح بيكي. انت ايه معمول لك عمل اهي، هتعيشي كده من غير سند ولا راجل؟ بعد اللي شفته من جوز الله يرحمه كرهت جنس الرجال. نهار اسود، سي هتلر. تتجسسي عليا يا امينه؟ فاكرني المخفيه بتاعتك؟ والله عرفتي منين كلامي مع هدى عن الخلفه؟ العصفوره قالت لي. خليها تنفعك. انا عارف انك مش هيهدلك بال غير لما توقعي بيني وبين الواد اللي طلعت بيه من الدنيا. بيدك تكسبه وبيدك تخسره. مش هتعرفي تمسكيني من يدي اللي بتوجعني. يا عزت لازم تدي ثقة، وبعدين مش ده اللي حصل السنة اللي فاتت مع العيال بتوع دشنا؟ وزين برضو اللي نزل جابهم؟ مش كل مرة بتسلم يا باشا، وبعدين ما ينفعش نوافق على ثور زين كده على طول. ده غير حياة رجالتنا اللي بيعرضهم للخطر. واحنا دلوقتي مش في خطر؟ يا عزت الأحوال اللي بتمر بيها البلد مخليانا كلنا في خطر.
تخافش على زين يا عزت. من واقع خبرتي بقول لك زين هيرجع بسيد السبع. مع احترامي لخبرة حضرتك، زين مش هيرجع بسيد السبع. بالإذن يا باشا. حاجة مين دي أمرها منك ليه؟ الحكومة يا كبير. طالما فكروا يجيوني لحد هنا يبقى ما حدش يخرج مني وهم على رجليه. اسماء تعالي. والنبي لا، والنبي مفيش على شرط، على شرط انك تخفي. والنبي والنبي رضا. أيوة يا باشا. في البيت يا باشا. سلم نفسك يا سيدة سبع.
من يوم ما خدمت في جنة وانا متابعك كنت عارف ان ما حدش هيجرى ويجينا لحد هنا غيرك. انت زين الجناوي. ايوه انا زين القناوي. لا عندنا. يلا ادخلوا دخل الحي غسلين. ست جليلة. رضوان، ازيك يا رضوان؟ الحمد لله نحمد ربنا. ازيك يا ست جليلة؟ الحمد لله خير. أنا كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع. بخصوص ايه؟ أنا جاي أتقدم لليلى. تشرف وتنور يا ولدي، بس اشمعنى ليلى؟ أنا شايف إن مفيش في تدينها ولا أخلاقها ولا تربيتها، وكفاية إنها بنتك وبنت عم فخر الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت جاهز للجواز يا رضوان؟ بنيت دور في بيت أبوي ولسه مخلص توضيبه، والعفش اللي تختاره من أجدع محل في جنة وحتى سيوط، ومعايا قرشين للشبكة والمهر. وشغلك؟ أنا عندي محل أدوات منزلية بيدخل لي دخل كويس كل شهر، قرشين حلال الحمد لله. وهتعمل فرح؟ أنا معيش، إنما لو هي مصممة نعمله فرح شرعي. انا عن نفسي موافقه، مش هلاقي عريس احسن منك. بس الاصول يا ولدي يتفتح اخوها منصور لما يرجع من الجيش، ده الكبير والكبير